عليكم السيدة بونصر صبرينا، منسقة نفسانية لمستشفى نفيسة حمود. احنا كأخصائيين نفسانيين راح نتكلموا على موضوع مهم، ألا وهو التحضير النفسي للطلبة المقبلين على شهادة التعليم المتوسط وكذلك شهادة البكالوريا. وخاصة أننا في فترة امتحانات شهادة التعليم المتوسط وكذلك ما تفصلناش أيام كثيرة على اجتياز شهادة البكالوريا. والحاجة اللي نلاحظوها لدى الطلبة في هذه الفترة أنهم يعانون من الخوف من الإخفاق وكذلك القلق والتوتر الشديد. احنا كأخصائيين نفسانيين أول نصيحة ندوها بالنسبة للطلبة المقبلين على اجتياز الامتحانات أنهم ثقوا في نفسكم وتخيلوا نفسكم ناجحين بإذن الله، وغيروا النظرة السلبية على الامتحانات، فهو مجرد امتحان كسائر الامتحانات، فهو ليس أول امتحان عرفته في حياتك. ومن بين البرنامج احنا اللي نمدوه كأخصائيين نفسانيين هو أنهم عدم السهر لفترات طويلة في الليل، وكذلك الاستيقاظ مبكرا، أنهم ينوضوا بكري، والوقت المخصص المليح يعني هو الفجر، يأكلوا شوية ويروحوا يراجعوا، وكذلك يعني ينظموا مواد مواد الحفظ وحفظهم، والمواد تاع الفهم وحدهم يتو، وكذلك أنهم يبتعدوا على كل المشتتات، مثلا الهواتف النقالة، لا تلفزيون، هادو كاع يسيو انهم يبتعدوا عنهم باش يكونوا مركزين غير على المراجعه تاعهم. وكذلك بالنسبه انه الوقت تاع المراجعه حنايا ننصحوا ب 45 دقيقه، يعني يقرا يحفظ ولا يدير دي زيكزارسيس تاعو ولا 45 دقيقه ويحبس، ابخي يريح واحد باغ اكزومبل 15 مينوت ولا 20 مينوت، ولا يعاود يراجع باش يقدر المخ تاعو يستوعب كتر، باسكو كي هذا المخ خلاص يتعب يفو ميو ساريتي باش يقدر يستوعب حاجات واحد اخرين. وبالنسبه للتغذيه الجيده، حنا كاخصائيين نفسانيين ننصحوهم بتناول تمور، مثلا كل صباح ياخذوا 3 تمرات ولا 7 ولا، وكذلك تناول الفواكه الجافة، وكذلك المكسرات مثلا اللوز، الزبيب، فهي تساعد على التركيز والذاكرة، وكذلك الشوكولا السوداء تاني تنصحوا بها. ومن بين المشروبات اللي ننصحوهم انه مشروب البابونج والنعناع، فهما مهدئات الاعصاب. ومن بين الحاجات اللي يعني لازم نبتعدوا عليهم اللي هما لا كافيين بزاف، فهي ماشي مليحه، وخاصه ان هذا الحاجه نلاحظوها بزاف لدى الطلبه. وكذلك الابتعاد عن المشروبات الغازيه، لي جو هادوما ارتيفيسيال تو، ومن المستحسن يعني يستعملوا لي جو ناتوريل، وكذلك انهم يبتعدوا عن المأكولات الدهنيه مثلا الوجبات السريعه هذه تو، هذا كامل لسلامه صحه الجسد تاعهم. وكذلك نمدلو نصائح تاني قبل الامتحان بنهار ولا، ننصحوهم انهم من المستحسن الاستراحة وعدم مراجعة 24 ساعة قبل الامتحان، وكذلك انهم يوجدوا الادوات تاعهم، وكذلك يرقدوا بكري وينوضوا بكري، ويعني ويسيو انهم يكونوا متفائلين ويكونوا ايجابيين ويروحوا ويتوكلوا على الله. وثاني وفي يوم الامتحان بالذات ننصحوهم كي يمدوا لهم هكذاك لي سوجي ولا يسي انه يركز على الورقه تاع الاجابه تاعو، ويروح يبدا قبل يجاوب بالسؤال السهل ثم ينتقل الى السؤال واحد اخر، ويسي يركز وما يبداش يخمم على حاجات واحد اخرين، ويسي يركز ويستغفر. يعني تاني هذه حاجه مهمه. من اثناء حنا نصحوا كاين واحد النصيحه نمدهم في هذاك وقت الامتحان تاني، ولا حس روحو انه عنده ضغط متوتر يسي انه يدير تنفس عميق، فيعني حاجه
مهمه بزاف، ميم باش الاكسجين يطلع له سافو تاعو ايتو ويحس بهدوء في الجسد ديالو، يحس انه مسترخي. هذه حاجه مهمه. نصحوا ثاني انهم يراجعوا ورقه الاجابه تاعهم قبل الخروج من الامتحان، يسيو انهم ما يتسرعوش. وثالث خلاص كي يكمل الامتحان ايتو كيجي للدار يسي يريح شويه ايتو ومن بعد يعاود يراجع. النصيحه المهمه اللي نقدموها للاولياء انهم ما يضغطوش على اولادهم، باسكو يبداو يقولوا لهم لو كان ما تجيبش الباك ولا لو كان ما تجيب البيهام راح باغ اكزومبل راح نحرمك من هذه، راح نحرمك من هذه. لا لا، او كونترير، ديروا حاجه في بالكم باللي نجاح اولادكم في الامتحان ماشي مرتبط في النجاح تاعهم في الحياه. حاولوا انكم تدعموهم نفسيا، تكونوا معاهم، تبينوا لهم بلي رانا واقفين معاكم، جبت الامتحان ولا ما جبتوش رانا توجور معاك. وهذه هي. وفي الاخير نتمنى النجاح والتوفيق لابنائنا ان شاء الله، وشكرا لكم. DZ News.